السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ابو منة اخو مدام هناء طلع بيطمنا الحمد لله على مدام هناء، وان هو دايما بيطمن عليها وان هي ان شاء الله احسن من الاول، وهو بيحاول معاها ان هو يخليها تنزل مصر. وبيقول بالنسبة لبيع القنوات بتاعتها هو يستحيل يخلي القنوات بتاعت مدام هناء تتباع ابدا، وطول ما هو موجود عمره ما هيوافق على حكاية بيع القنوات ابدا بتاعت مدام هناء. ولو مدام هناء حبت تبيعها بجد فهو هياخدها، هو وأسرته هياخدوا القنوات دي مش عشان ينزلوا فيها فيديوهات، لا عشان يحتفظوا بيها حاجة بتاعت مدام هناء. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب يا أستاذ محمد، وتفضل كده يا رب سند لمدام هناء. منا كمان بيقول ان شاء الله ان هو هيحاول يسافر لمدام هناء في فرنسا لو هي ما نزلتش مصر. بيقول ممكن يسافر يقعد عندها اسبوع كده عشان حالتها النفسية تتحسن. يا ريت يا ابو منا ان شاء الله ربنا يكرمك وتقدر تسافر لها وتقعد عندها كذا يوم، ويا ريت يا ريت تقدر تجيبها وتنزلوا مصر. ابو منا كمان بيقول هناء لو جت مصر هنا مش هيخليها تسافر تاني فرنسا ابدا، هتعيش معاهم هنا في وسط اهلها. وبيقول هي حبت تروح تزور اولادها، تروح تزورهم وترجع. ولادها حبوا يجي يزوروها، بيقول لك على راسي. ربنا يبارك لك يا رب يا ابو منا، ربنا يبارك لك ويخلي لك اولادك يا رب وزوجتك يا ان شاء الله. ومنا ربنا يبارك فيك ويخليك دايما سند وظهر كده لمدام هناء، وربنا يجعل كل الاخوات سند لبعض يا رب. يلا يا بنات عشان ما نطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.